السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. عواشكم مبروكه ان شاء الله هذا العيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وراحه البال. المهم بحال العاده غنبداو لا فيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله اليوم نقدم لكم حلوه الهلال بطريقه جد مبسطه، حلوه زوينه كتذوب في الفم وبنينه بزاف البنات. المقادير في متناول الجميع والطريقه سهله. بقاو معايا البنات، شاهدوا الفيديو ديالي من الاول حتى الاخير، ان شاء الله تعجبكم وتبقى دائما معتمده عندكم. حلوه بسيطه ولكن بنينه بنينه. ننتقلوا مباشره للطريقه والمقادير. هنا عندي زبده، 4 ديال الزبده. هنا انا استعملت زبده نباتيه. اللي بغيتو ديروا نتوما حيوانيه ديروها ماشي مشكل، كتجي غزاله يعني بجوجهم كتعطي كتجي الحلوه غزاله. زدت عليها انا كاس معامر ديال السكر سنيده، ودائما الحلوه كتبقى على حساب الذوق. صافي كنمعسو مزيان الزبده ديالنا مع السكر حتى كيذوب داك السكر، يعني ما كيبقاوش دوك الحبيبات باينين. وغادي نضيف ساشي ديال الزهر. تقدروا تعوضوا هذا الساشي بجوج معالق ديال الماء زهر. المهم الزهر كيعطي واحد المذاق زوين. صافي كنبقاو نمعسو مزيان الزبده ديالنا حتى كنحصلوا على شكل واحد الخليط على شكل البوماط. انا غنضيف كاس ديال الزيت، بطبيعه الحال زيت نباتيه، كاس عامر، وكنخلطو مزيان هاد المكونات. ضروري البنات هاد العمليه يعني تخدموا مزيان الزبده ديالكم حتى كيندمجوا العناصر وما كتبقاش الزيت باينه، وكيرجع الخليط على شكل بوماط. وهذا الشيء اللي كيعطي، يعني هاد الطريقه هذه هي اللي كتعطي الحلوه ناجحه. غادي نزيد واحد نص معلقه ديال القرفه. القرفه كتعطي واحد النكهه زوينه بزاف بزاف لهاد الحلوه هذه. واللي ما كتعجبوش القرفه ما يديرهاش، يعني كتبقى مساله اختياريه. غير هي القرفه كتعطي واحد المذاق زوين، واحد النكهه غزاله. صافي غادي نزيد المكسرات. هنا عندي جنجال محمر، كاس جنجال محمر، وكاس ديال الزبيب مقطع، قطعته غير بالموس هكا، وكاس ديال اللوز مهرمش، وكاس ديال الكركاع مهرمش. اللوز ما محمر ما والو، غير مسحتو وطحنتو بالقشور ديالو، وكذلك الكركاع حتى هو مسحتو وهرمشتو شويه هكا في الهشواغ. صافي غادي نخلطوا المكونات ديالنا كاملين حتى كيندمجوا بعضياتهم. صافي دابا غادي نبقاو نزيدو الطحين بشويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد العجينه، يعني ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه. بقاو تزيدوا الطحين اون فوا يعني تحصلوا على واحد العجينه ما كتلصقش في اليدين. صافي احبسوا. المهم هاد القوام هز ليا تقريبا 600 غرام ديال الطحين. وطبيعه الحال الطحين ضروري البنات يكون من نوعيه جيده ويكون مغربل. هنا البنات راه ما استعملش الحلوى ديال سميتو هذا الخميره الحلويات، ومع ذلك جات الحلوه هشيشه وجات زوينه بزاف.
هنا رديتها في هاد لوبول لأن جاني داك لوبول الأول جاني شوية داه مضيّق جاني صغير، هنايا رديتو في هاد القطعة هادي باش نخدم على خاطري. مازال غادي نزيد شوية طحين، يعني مازال العجينة كتلصق لي في يدي. هانتوما البنات راه ما كندلكها ما والو، كنجمع غير برؤوس الأصابع، لأن هاد العجينة هادي أي حلو أي عجينة كاع ديال الحلوة ما كتحتاج للدليك. صافي من بعد ما جمعت العجينة ديالي وهذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه، يعني العجينة ما كتكونش قاصحة وما كتكونش رطبة. هانتوما البنات هذا هو القوام. صافي البنات المهم دابا غادي نشكل الحلوة ديالي على شكل هلال. هانتوما البنات خذوا ديروا الحجم اللي بغيتو، بغيتو تكبروا بغيتو تصغروا، المهم عطيوها الشكل ديال الهلال. صافي وغادي نحطها فوق اللاطه اللي فرشت لها ورقه المطبخ. هي بالحق هاد البنات هاد الحلوه ما كتلصقش في اللاطه، غير المهم درت احتياط وصافي. صافي بقاو معايا البنات حتى نشكل الحلوه ديالي كامله. وفي هاد الاثناء البنات راني سخنت الفران. انا دائما فاش كنبغي نطيب الحلويات كنسخن الفران في البدايه، كنسخنو مزيان. اون فوا كندخل لاطا ديالي الفران كنقص العافيه، كتكون العافيه مهيله وكطيب الحلوه ديالي على المهل، كتجي محمره من التحت ومن الفوق. انا ما عمري ما هبطت الحلوه ديالي لتحت يعني تجيها العافيه من الفوق، لا، لان كندير هاد دائما فاش كنبغي نطيب يعني كنسخن الفران في البدايه تيكون سخون، وفاش كندخل لاطا ديالي كنقص العافيه صافي، وكتجي الحلوه محمره من التحت ومن الفوق وكتجي شهوه منها. لان حتى الطريقه ديال الطيب هي اللي كتعطي سميتو النتيجه زوينه بالنسبه للحلوه. الا ما طيبتيهاش مزيان راه ما غاديش تصدق لكم، واخا ديري المقادير وطبقي كلشي، يعني الطيب هو الاهم. صافي من بعد ما ساليت الحلوه ديالي استفتها في اللاطه كما قلت لكم، فرشت لها ورقه المطبخ. هنايا غادي ندخلها للفران اللي سخون في البدايه، ولكن كما قلت لكم اون فوا غندخل اللاطه ديالي غادي نقص العافيه باش طيب على المهل. وهذا هو الشكل ديال الحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. نتوما كتشوفوا جات محمره من التحت ومن الفوق. وما مهم شوفوا البنات انا درت واحد الفلطه، ان ملي خرجت اللاطه من الفران قصت هاد الحلوه هذه هي سخونه وتفرسات، يعني خليوها حتى تبرد مزيان عاد تقيسوها. هنايا خليتها حتى بردات، عاد جبت السكر كلاصي. هذا السكر كلاصي من نوعيه جيده اللي فيه داك فيه النشا، هو اللي كيجي كيجي متواتي مع هاد الحلويات. صافي كنبقى كما كتشوفوا لا فيديو كناخذ الحلوه ديالي ونديرها في السكر كلاصي مزيان حتى كنلبسها مزيان بداك السكر كلاصي. هنا البنات خليو الحلوه حتى تتبرد مزيان، عاد ديروا هاد العمليه هادي. انا راه ما خليتهاش تبرد بزاف داكشي باش تفرتات ليا الزربه، غير باش سميتو نصور لا فيديو. ولكن نتوما خدموا يعني خليوها حتى تبرد مزيان، عاد تغطسوها هكا في سكر كلاصي باش ما تفرت ليكمش لانها هشيشه. صافي البنات بقاو معايا تنسالي الحلوه ديالي كامله ونشوفوا الشكل النهائي. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي من بعد ما استفتها في الصحن ديال التقديم. كتجي على هذا الشكل هذا، المذاق زوينه البنات وبسيطه، ولكن والمنظر حتى هو غزال.
إلا وصلتوا حتى لهنا البنات ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك، خليو لي شي كومونتير يكون زوين بحالكم، كنشكركم البنات بزاف 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 على الكلام اللي كتخليوه لي في كومونتير، وإن شاء الله نتلاقاو فيديو جاي وصفة جديدة ومع السلامة.